مفيش حد راضي يساعدني يا جماعة. هو زي ما انتم شايفين كده كل العيال عندي في البيت رافضين تماما ان هم يشيلوا اصلا معلقة من على الارض او يغسلوا معلقة حتى، مش راضيين. شايفين منظر قدامهم صعب جدا ومش عارفين يتعاملوا معاه، مش عارفين يتصرفوا فيه، فهم رافضين ان هم يساعدوني. مش عارفة والله هم صح ولا هم غلط، ولا انا اللي صح ولا ايه، ولا انا اللي غلط. انا غلط طبعا اكيد، بس مش عارفة والله هم صح ولا غلط. ما عندهمش ريحة الاحساس بيا، مفيش حد بيحس بيا اصلا خالص، مفيش حد بيحس بيا نهائي. عادي، انا بالنسبة لهم جماد، انا بالنسبة لهم خلاص مهمتي انتهت. مش انتي كبرتينا وخلاص، خلاص انتي مش مهم. انا بالنسبة لهم ده شغلك واعمليه انتي. هو فعلا شغلي والمفروض انا اللي اعمله. ومالهم بقى، ومالهم بالمنظر ده؟ منظر صعب بصراحة، والمنظر صعب. كل واحد عايش لنفسه في البيت دلوقتي، خلاص بقينا عاملين زي الاجانب. حتى الاجانب برضو بقى فيه ترابط شويه، لا احنا هنا مبقاش فيه ترابط خالص. بتعمل اكلها لوحدها زي ما انتم شايفين ما شاء الله، الكبيره والصغيره بتقلدها طبعا، هي القدوه بتاعتها. بتعمل اكلها لنفسها، والفوطه والمواعين على الفوطه، والاكل بعيد عن المنظر اللي انتم شايفينه ده، والحاجه بعيده وبس. ويتفرق بقى بقيه البيت، اللي ياكل ياكل واللي ما ياكلش الله عنه كل. طبق الرز، الحواوشي، المخلل، السلطه، اللي معرفش ايه، ماشي ما علينا. بقية البيت بقى جعانين، عمالين زن، جعانين. صغيرين بقى وابوهم لسه بقى ما استغنوش عني في حته الاكل واللبس والغسيل والحاجات دي، لسه ما انفصلوش عني. برضه مطلوب مني ان انا اعمل كل ده. ماشي. جوزي عايز لبس معين، والعيال عايزين برضه لبس معين، عشان خارجين رايحين مشوار اخر النهار. كلهم خارجين النهارده وهيسيبوني لوحدي في البيت. يعني جوزي هياخد الولاد ويروحوا في فرح كده، ومعزوم في فرح، والبنات هيروحوا عند تيتا جدتهم في البلد، وانا هقعد مع المطبخ بقى، هقعد مع شغل البيت. مش هيسيبوني لوحدي يعني، لا ما تقلقوش، انا معايا شغل البيت مونسني، معايا المطبخ بتاعي. هنا جوزي كان عمال يوبخ فيا بقى، ايه المنظر ده، ايه البوتاجاز ده، ايه الدنيا دي، ايه معرفش ده. ماشي خلاص بقى، خلاص انا عارفه كل حاجه. لله الامر من قبل ومن بعد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. جوزي قاعد بقى، قاعد يتكلم كلام كتير، اللي هو الكلام المكرر بقى. هو مش حاسس اصلا بيا، مش عارف ان انا مش طبيعيه، مش عارف ان في حاجه اصلا فيا مش طبيعيه، مش فاهم كده، مش عايزين يفهموا كده، هم مش فاهمين. وانتوا كمان المتابعين برضو مش عارفين يفهموا ان انا في حاجه مش طبيعيه. بتقولوا لي انتوا بتعملي كده علشان المشاهدات. لا مش عشان المشاهدات خالص، بدليل ان انا لما جيت نظفت البيت المشاهدات كانت احسن من كده مليون مره. المشاهدات كانت احسن من كده بكتير جدا، بالعكس الناس كلها قعدت يعني تتفرج على الفيديو وهي مستريحه نفسيا. انا نفسي كنت مستريحه نفسيا ان بيتي بقى نظيف وحلو. فبتقولوا لي انت رجعتي عفنتي البيت تاني علشان المشاهدات. لا خالص، بالعكس النظافه بتجيب مشاهدات. بالنسبه لي انا النظافه احسن. ممكن المحتوى ده يجيب مشاهدات عاليه عند ناس تاني، بس معايا لا مش جايب مشاهدات. فانا الفكره ان انا مش بعمل كده عشان المشاهدات خالص. في منكم صدقني وفي منكم مش مصدق، عادي زي اللي في البيت، مش محدش حاسس بيا، محدش فاهم. لا هو في طبعا في ناس قريبه مني، وفي ناس بتتواصل معايا على الواتس وبتدعوا لي كتير قوي، بيتواصلوا معايا باي طريقه. يعني في ناس بيحاولوا ان هم يتواصلوا معايا باي طريقه، وبيحاولوا عارفين انتوا اللي هم بيحاولوا، طب ادينا كذا، طب عايزين نكلمك هنا، هنكلمك هنا. واحده منهم اسمها سلمى بتقول لي انا مش مصدقه ان انت بتكلميني وبتردي عليا على الواتس، يعني انا هروح اغيظ عيالي بقى. قلت لها ليه بتقولي كده، ده انا اقل واحده فيك والله، انا ولا حاجه، انا فعلا ولا حاجه. فرحانه قوي ان انا بكلمها، بتقول لي العيال مش قادرين يصدقوا ان انت على اليوتيوب بقى ومشهوره. انا ولا مشهوره ولا نيله والله.
انتي على اليوتيوب ومشهوره وبتردي على الناس كده عادي. قلت لها الناس انا اصلا اقل من كل الناس، انا اصلا اقل واحده فيكم عادي يعني. ايه يعني ما ردش عليكم ازاي؟ وانا اصلا ايه من غيركم؟ انا ولا حاجه من غير الناس المتابعين الحلوين اللي هم يعني. انا فعلا من غيركم ولا حاجه، مش هنضحك على بعض يعني. وسامحوني لو اي واحده منكم متضايقه مني او مش عاجبها المحتوى بتاعي، سامحيني وادعيلي ادعيلي. بس كل اللي انا عايزاكم تعرفوا ان فعلا والله غصب عني، فعلا غصب عني، مش بمزاجي خالص. بالعكس انا متربطه، انا متكتفه، حاجه مكتفاني، بفضل بتفنن. كان دايما ابويا واحنا صغيرين يقول انتوا بتتفننوا في تضييع الوقت. فعلا يا بابا، هي دي الكلمه دي فعلا اكتر كلمه تنطبق عليا في الوقت الحالي، ان انا بتفنن في تضييع الوقت. ببذل قصارى جهدي ان انا ازاي اضيع اليوم مني من غير ما اعمل اي حاجه مفيده في اليوم. شخصتني متابعه عراقيه اللي انا قلت لكم عليها، جيداء، قالت لي انت عندك حاجه اسمها ADHD. وفعلا لما دورت في الصفات بتاعه المرضى دول لقيت ان فعلا في حاجات كتير قوي منطبقه عليا. طيب خلاص روحي بقى لدكتور نفساني وتعالجي. انا بتكلم على لسان اي حد هيقول لي كده يعني. فلا، ما عندناش احنا ثقافه الدكتور النفسي دي يا جماعه. متهيألي مفيش اصلا في المنطقه عندنا حاجه اسمها طبيب نفسي، مفيش، متهيألي مفيش، ولا طبيب ولا طبيبه يعني، مفيش. ارياف بقى وكده يعني. عندنا الارياف لو تقولي له معايا وديني عند دكتور نفساني، ايه ده انت خلاص اتجننتي؟ جوزك اول واحد يقول لك كده، يقول لك خلاص يعني انت اتجننتي رسمي، عايزاها بقى تبقى رسمي بروشته يعني. والله مش هيفهموا ان لا يعني ان هو المرض النفسي زيه زي اي حاجه عضويه يعني، بل بالعكس بيبقى اصعب من المرض العضوي. الواحد مننا بيبقى في دنيا، في عالم تاني غير العالم الواقعي والله. اوفر ثينكينج، زي ما ثينكينج، تفكير زياده عن اللازم، تفكير في كل حاجه ولا حاجه وكل حاجه. مش هتفهموني طبعا، لان انا نفسي مش فاهمه نفسي والله. انا نفسي مش عارفه احط صباعي على الحل، فانتوا اللي هتعرفوا. اذا كنت انا نفسي مش عارفه اساعد نفسي، فاكيد مفيش حد غيري هيعرف يساعدني يعني. لازم انا بنفسي اللي احاول ان انا اطلع بقى من البوتقه والبؤره اللي انا محطوطه فيها دي، لان بجد تعبانه والله، تعبانه قوي، الله المستعان. كلهم هيسيبوني الوقت وماشيين على فكره، بيجهزوا جوه ولا هيلبسوا بقى ويمشوا. يا صعب، احساس صعب قوي ان انتي كبرتيهم بقى يعني وتعبتي معاهم. العيال دي مش بين يوم وليله بقوا كبار كده وبقوا طولي، لا مش بين يوم وليله والله. شفت كتير قوي، اكيد كل واحده منكم عارفه يعني ايه تربيه عيال يعني، بدايه من وانتي لسه حامل فيهم، مش هقول من ساعه ما اتولدوا، لا بدايه من اول ما انتي لسه حامل فيهم. شوفي انتي 9 شهور حمل، اختي منى حامل، شايفه المرار. انا طبعا احنا بننسى الحاجات دي، شايفه الويل، بصوا تتعذب. انتوا لو تلاحظوا هي ما بتنزلش حاجه اصلا على قناتها من كتر ما الحمل شديد عليها قوي. هي نسيت العيال الاولانيين واحنا كمان نسينا، بس هي بقى لما بتقعد تحكي لنا انا تعبانه، انا مش قادره اخد نفسي، انا بطني سكاكين في بطني بتتقطع، مصاريني بتتقطع. بقول لها يا بنتي هو ايه ده، هو انت حمل غريب ليه؟ فراحت شيماء قالت احنا عاملين جروب يعني انا واخواتي. قالت لا يا جماعه، طب ما اصل هي شيماء معاها لسه عيل صغير عنده بتاع 2 سنين كده، فلسه ما نسيتش. قالت يا جماعه ما هو الحمل كده، امال هو الحمل ايه؟ وهنا على وهن. فاللي هو يعني لا، العيال متعبين. فمجرد ما العيال بتكبر وخلاص بيشتد عودهم، بيقدروا ان هم يعتمدوا على نفسهم، قلة قليلة اللي بتعترف بأهمية الأب والأم، اللي بيبقى عندهم اللي بيبقى عندهم فهم ان هم ما كبروش كده مرة واحدة. يا قلبي بيوجعني بيتقطع وانا بقول الكلام ده. والكثير منهم عادي بقى، ما خلاص انتوا عملتوا ايه؟ ما كل الناس بتعمل اللي انتوا عملتوه ده واحنا هنعمل كده، هي دي سنة الحياة. والله هي العيال تفكيرها كده. ايه الجديد اللي انتوا عملتوه يعني؟ ما كل الآباء والأمهات بيعملوا نفس اللي انتوا بتعملوه ده.
فماشي اتس اوكي. فعلا كل الاباء والامهات بيعملوا نفس اللي احنا عملناه، بس مش كل الاباء والامهات بيبقى مصيرهم زي كده او بتبقى النتيجة زي كده. لا، بيلاقوا بقى بيلاقوا مش عارفة اقول ايه، والله ما عارفة اقول ايه. ماشي، ربنا يصلح حالهم ويهديهم يا رب، ربنا يهديهم. هما فعلا زمان غير زماننا خالص، والجيل غير جيلنا خالص. لا 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 لا، الواحد ما يفتكرش ابدا ان هو كان بيعمل مع عمه كده. لا 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 لا، ايدي بايدها وبعمل اكتر منها. يعني امي لو معانا دلوقتي هتقول ان فاطمه كانت بتساعد بجزء كبير جدا في البيت وفي تربيه العيال. بنت يا رانا، يا رانا، ما اسمعش نفسك. ليه؟ بس ما اسمعش نفسك خلص. ليه؟ صوتك عالي. صعب بجد يا جماعه، صعب. العيال صعبين وحشين، بقوا وحشين. او احنا ما كناش كده، والله الواحد ما كانش كده خالص، ما كناش كده خالص. مش عارفه، يمكن ربنا يهديهم بقى، مش عارفه. اديني بعمل فطار، بقلي بقى بطاطس. كان عندي حته عجينه كده، عجينه طعميه في التلاجة، قلت اعملها. و فول ومخلل وبس، كفايه كده. اعمل ايه تاني يعني؟ كان في بيض مسلوق من امبارح في التلاجة، هطلعه برده اسخنه لهم ياكلوه، فخلاص بقى اعمل ايه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كتير منكم انا عارفه ان هو مش مركز الوقت انا بعمل ايه، انا بس مركزين مع الكلام اللي انا بقوله. انا نفسي مش مركزه انا بعمل ايه. انا عارفين انتوا الاله اللي هي بتعمل حاجه معينه كده وخلاص، وانا زي الاله دلوقتي. انا نفسي مش عارفه انا بعمل ايه. مسكت الليمونه ورحت عصراها، حاجه كده ايه، نمطيه، حاجه نمط ماشي على نمط معين. انتوا عارفين انا لما جيت عملت الفطار انا حسيت ان انا عملت انجاز كبير قوي. هو ده انجازي في اليوم كله، هو ان انا عملت لهم فطار. وقعدت بقى من ساعتها وانا قاعده، ورحت حاطه غسيل في الغساله، وهنشر معاكم شويه الغسيل اللي انا غسلتهم. ومن ساعتها انا قاعده، حرفيا انا قاعده. الله المستعان، لله الامر من قبل ومن بعد. يا رب يا رب غير حالي لاحسن حال، يا رب يا رب غير حالي وبدل حالي لاحسن حال. نفسي قوي، نفسي حالي يتغير، نفسي دنيتي تروق ومطبخي ده يبقى فله كده على سنجة 10. تفتكروا هيحصل كده؟ عايزه اقول لكم المطبخ ريحته لا تطاق. ليه بقى؟ كنت بنضف فراخ اليومين اللي فاتوا، مش هقول لكم بواقي الفراخ والمصاري، لا انا اتخلصت من الحاجات دي. المكان بقى، ما انت كنت بتنضفي الفراخ والزفاره، ريحه وحشه قوي، ريحه صعبه بصراحه. فلو انا بلوم على نفسي، بلوم على العيال ليه؟ ما هم برضه ما لهمش دعوه بالحاجات دي. المنظر مقزز جدا والريحه مقززه جدا، وكمان صعب عليهم قوي. هيعملوا ايه طيب؟ هيعملوا ايه في كده يعني؟ فخير خير ان شاء الله يا جماعه، خير الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا خير. شايفين المنظر عامل ازاي تحت الحوض؟ طب انا ازاي الارض منتنه ومعفنه كده وبكب الغسيل على الارض كده؟ اتصدمت صدمه عمري لما جيت حطيت هدوم فاتحه في الغساله وطلعت، يعني طلعت زي الزفت، ما نضفتش، مع اني حاطه مسحوق كتير. القميص بتاع جوزي ده قاعد يقول لي نضفيه كويس عشان عندي مشوار رايح فرح اخر النهار، نضفي القميص كويس. عايزه اقول لكم القميص فيه بقع صفرة عند الياقه كده وعند الاساور، كانه ما اتغسلش اصلا. المسحوق اللي انا جايباه ده حرفيا زباله. مشكله ان انا رحت جبت شكاره ب 350 جنيه ولا ب 400 جنيه. العيال من كتر ما هم عايزين الهدوم بياخدوها مبلوله من السبت يلبسوها، مش مستني اصلا حتى ان هي تنشف على الحبل. عادي عادي، الجو حر. ده نتيجه الام المهمله اللي بتغسل الهدوم على قد الاحتياجات بس. ما انا لو الهدوم دي مغسوله اول باول مش هيلبسوها مبلوله اكيد يعني. المهم انا حزينه قوي على شكاره المسحوق دي يا ولاد اللي انا جبتها. اعمل فيها ايه؟ قولوا لي اعمل فيها ايه عشان تبقى فعاله وتنظف الهدوم. محدش يقول لي حط لها ملح ليمون. انا جيت مره كنت جايبه برده مسحوق، بس الكلام ده من فتره، كنت جايبه برده مسحوق رخيص كده وحطيت له ملح ليمون. انا لقيت الهدوم كلها منقبه،
خرم الهدوم. والله زي ما بكلمكم كده، ممكن اكون انا حطيت نسبه كبيره شويه، بس لا معنى ان هو بيهري الهدوم كده فلا، بلاش منه خالص. ما القليل منه برضه هيهري بس على المدى البعيد، يعني بدل ما كان بيهري لي الهدوم من اول غسله، لا بعد كده هيهريها بس بعد كذا غسله، فلا. فمش هينفع فكره الملح الليمون دي، مش هتنفع. مش عارفه بقى اعمل ايه، والله مش عارفه اعمل ايه عشان الهدوم تنضف بصراحه. صعبان عليا. وبعد كده عايزه اقول لكم شكاره المسحوق دي 10 كيلو، والله 10 كيلو. عارفين يعني 10 كيلو؟ يعني تكفيكي 3 شهور ولا 4 شهور. هفضل بقى انا اعاني من الغسيل لمده 4 شهور. طب ما بعد ما الشكاره دي تخلص الهدوم هتقرح، يعني الحاجات الفاتحه دي كلها هتكون خلاص اصفرت من كتر ما هي بتتغسل وما بتنضفش، هتكون اصفرت ومش هينفع معاها بعد كده حاجه وهتبوظ خلاص على كده. انا استرخصت برضو. عارفين الفرق بينها وبين المسحوق النظيف، البرسيل والحاجات النظيفه وحتى الباهي والله حلو مش وحش، الباهي جميل. فرق بسيط خالص. فرق ايه؟ في الشكاره دي في الكيلو هيبقى 5 جنيه ولا 6 جنيه. لا ساعات الغباء بيبقى غباء. ساعات المفروض نشغل مخنا في الحاجات اللي زي كده، لان الخساره بتبقى كبيره قوي. يعني انا دلوقتي خسرت 350 جنيه وخسرت الهدوم الفاتحه كلها اتبهدلت. هتقولي طب خليلي الغوامق وهاتي بقى شكاره تانية تكون نظيفه للفواتح. لا في الوقت الحالي مش هينفع. انا جبت المسحوق كتير عشان اشتري دماغي بقى من بند المسحوق، خلاص جبته. والمفروض ان انا يعني خلاص نزلته من على دماغي. يعني في بنود تانية المفروض لو فلوس معايا اجيب لي شكاره رز، لان الرز اللي عندي خلاص خلص، فاضل فيه يجي كيلو رز. في حاجات تانية المفروض تتعمل، يعني تتجاب، قصدي المفروض تتجاب. فمش هقعد انا بقى هجيب مسحوق تاني ب 400 جنيه ولا ب 500 جنيه. هو ب 500 النضيف ب 500. مش هيبقى 10 كيلو كمان. زوري وجعني قوي، مش قادره ابلع. في ناس بتقول يعني ايه زورك؟ الحلق يا جماعه، بس احنا هنا في المصري بنقول عليه زوري. زوري وجعني قوي والله، ببلع ريقي بالعافيه. بدوس على رقبتي كده من بره، بتقلبني قوي من الناحيه الشمال بالذات، واليمين امر. انا بدوس وبجرب كده وانا معاكم. يعني كنت مفكره ان الشمال بس بتوجعني، جاي دوست على اليمين وجعتني اكتر. يلا الحمد لله، والله الحمد لله الحمد لله. احنا احسن من غيرنا. ايه بقى؟ ايه زوري وجعني ولا سخونيه ولا لا 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 لا، ده احنا ده الحمد لله، ده رحمه، كل دي رحمه والله. الحمد لله، نعمه والله. احنا احسن من غيرنا بكتير بكتير بكتير. السلام عليكم.